ليه اطلب بيتزا من المطعم الاقي البيتزا السمول ب150 جنيه؟ ليه؟ عشان ايه؟ ويرضي ربنا قررت ان انا اعملها في البيت، وبايه باقل ما يمكن، بحاجات اي بسيطة جدا، بواقي حاجات من التلاجة، نعمل احلى شوية بيتزا. وكمان هنعمل صينية كيكة، وبدل ما ندفع الوفات مؤلفة في المطاعم عشان ناكل بيتزا، هنعملها في البيت بأقل تكلفة. حط اللايك يلا، واشتركوا في القناة لو انتي لسه ما اشتركتيش، وهستنى رأيكم في الكومنتات وتقولي لي هل عجبتكم البيتزا ولا لا. يا صباح الفل، وحشتوني جدا، بقالي كتير جدا يا بنات ما عملتش فيديوهات، وحشني التصوير جدا. ايه رأيكم بقى في الاوتوفيت بتاعي يا بنات؟ وكمان شايفين المطبخ، هي اتمنى الاضاءة تكون مظبوطة. زوايا التصوير هتلاقوها بايظه مني شويه، لان انا نسيت التصوير ونسيت الكاميرا ونسيت كل حاجه، بس انتوا بجد وحشتوني جدا، وحشتني عيلتي اللي كانت تسأل عليا. هنعمل كيكه، معايا كوبايه من اللبن، كوبايه وربع من السكر، معايا 3 بيضات والفانيليا، وكوبايه الا ربع من الزبده على الزيت، وضربتهم في الخلاط. ومعايا بقى ايه 3 يعني كوبايتين ونص من الدقيق، عليهم باكو بيكنج باودر. وهبدأ اقلب ايه الخليط مع بعض. طبعا انا كنت مسخنه الفرن قبل ما اشتغل عشان يديني التسويه المظبوطه على 180 درجه حراره 180، وطبعا مسخناه قبل ما اشتغل في الكيك. هبدأ بقى اقلب الخليط، وكمان انا بسخن الصينيه اللي هعمل فيها، وهروح حاطه لها قطعه من الزبده سيحتها وبتطلع زي الفل. نبدأ بقى نحطها وما نفتحش عليها الا بعد مرور نص ساعه من التسويه. شايفين لونها جميل ازاي وزي الفل؟ كمان هوريكم قطعه منها هتلاقوها عاليه وهشه واسفنجيه جدا، يعني هتعجبكم. اعملوها وخلي يعني الجو حر والولاد بيبقوا عايزين اي حاجه مسكره، بدل ما نقعد نشتري ايس كريم من بره، نشتري شوكولاتات، نشتري حاجه اهدي منها فيها بيض واللبن هتغذيها. والواحد كمان مع كوبايه اللبن تحفه. شايفين مدى الطراوه بتاعتها، واسفنجيه جدا وهشه، وكمان سكرها مظبوط. مش لازم الكيكه تبقى بتبقى مسكره، يعني انا بحب على اكبر مقاس من الصينيه بحط كوبايه وربع من السكر. تمام كده. عايزه اقول لكم بقى شايفين والله طريه وهشه جدا. عايزه بقى اقول لكم على حاجه، يعني انا بقول لكم حطوا اللايك. هرغي معاكم شويه لعند بس ما نبدا نحضر حاجات البيتزا. انا عايزه اقول لكم والله العظيم، عشان الواحد بقاله فتره طويله ما دخلش المطبخ، وتعبت فتره، ويعني كنت قاعده ما كنتش بقدر اقوم اعمل اي حاجه، فحرفيا انا نسيت اي حاجه بتتعمل في المطبخ. وكنت في اليوم ده لما بدات ادخل المطبخ كنت متوتره. عارفين اللي هو ايه؟ هو ده ملمس العجين؟ هو ده ملمس الكيكه؟ طب انا غلطانه في حاجه؟ طب يا رب انا نسيت. طب كنت في حاله ذعر بجد يعني. ليه بقى؟ لان انا ناسيه كل حاجه. حتى ماما جت وقفت معايا اقولها ماما بجد هو انا بعمل كذا، هو انا كنت بحط كذا. القعده وعدم دخول المطبخ والحركه فخلت الواحد ينسى كل حاجه. فربنا يشفينا ويعافينا ويشفي كل مريض يا رب. لان القعده فعلا وحشه جدا جدا جدا. وما صدقت ان انا بدات اقدر اقف تاني وادخل المطبخ وابدا اصور. فاعذروني لو التصوير وزوايا التصوير مش مظبوطه، لان بجد نسيت كل حاجه. بس انا مبسوطه ان انا رجعت لكم تاني. طبعا بصوا احنا هنعمل انا قطعت شويه فلفل الوان وبصل وفلفل رومي وطماطم وقرن فلفل شطه. وهبدا بقى ايه اعصج معايا لحمه مفرومه، وهبدا اعصج معايا السجق. طبعا مكونات عجينه البيتزا انا مش عملتها معاكم لان انا عملتها كتير جدا على القناه، فهي يعني مقدارها سهل وبسيط. كيلو دقيق، المية طبعا على حسب النوع الدقيق اللي انت بتستخدميه، يعني مش هقدر احدد لك مقدار معين من المية. خلينا دلوقتي في السجق عشان اقولك. بصوا انا نزلت بالطماطم، نزلت باللحمة، كنت تبلت البصل، ونزلت باللحمة المفرومة سبتها تاخد وتتشوح مع بعض، وبعدين السجق خليته يتصدم شوية كويس وياخد لون برضو، ونزلت عليه بقى بالفلفل الالوان والبصل وكل حاجة بتاعته.
وبدات حطيت عليهم الملح والبهارات. السجق بالذات ما بزودش عليه الملح ولا البهارات، لان هو بيبقى بهاراته جديده ومشطشطه شويه، فما بزودش الملح خالص، يا دوب نص معلقه او اقل كمان. هنا البيتزا العجينه بتاعت البيتزا بقى انا هقول لكم انا عملتها ازاي، لان انا عملتها كتير على القناه، ف مش حابه اعيد وازيد فيها تاني. انا جبت كيلو دقيق وحطيت عليه علبه زبادي، 3 معالق لبن بودره، معلقه كبيره من السكر او معلقه ونص، وكيس الخميره، وعجنت بنص لبن ونص ميه، وكمان ربع كوبايه من الزيت، وعجنتهم وسبتهم يخمروا. هبدأ بقى اقسمها على 3 صواني، وكمان عينت منها تفضل مني مقدار يعمل صينية كمان، عينتها في الفريزر للاحتياج، يعني افرض حبيت اعملها في وقت تاني قلت يعني هستفاد منها يعني، وهتنفعني في الظروف. وهقول لكم هي نفعتني في ايه تاني ان شاء الله لما انزل لكم الفيديو التاني. انا هنا بدأت افردها في الصواني، وما شاء الله كانت تتفرد كويس جدا. انا جبت بقى ايه يا بنات، جبت طبق كده وحطيت فيه نص كوبايه من الجبنه الميكس، موتزاريلا على تشيدر على رومي، وحطيت جبنه تلاجة عليها وقلبتهم في بعض، وبدات اكور كور صغيره كده واحشيها من الميكس اللي انا عملته، وهي هعمله كرات حوالين البيتزا عشان تديني شكل، ومنها بيديني يعني اكنها الكور ديت بتبقى محشيه يعني زي صفت كراست كده، بتبقى تحفه جدا. لو انت اللي عند دلوقتي ما حطيتيش اللايك، انزلي يلا حط اللايك، وقولوا لي تكاتكم في البيتزا بتحطوا ايه على العجينه برضو نستفاد. وقولوا لي كمان هل زوايا التصوير وهل انا وحشتكم كمان ولا لا، يعني قولوا لي كلمه حلوه كده، قولوا لي ان انتوا اللي انا وحشتكم، حابين تشوفوني تاني. وكمان اللي عندها تكه في العجينه او في الحشوات، او تكه في تعصيجة اللحمة المفرومة او السجق، برضو قولولي احنا بنستفاد، يعني انا ما قلتش ان انا شيف عشان هستنى بقى تعليقاتكم الجميلة وكومنتاتكم اللي تشجعني ان انا اكمل معاكم. دلوقتي بقى ايه، بعد ما خلصت اهو بقى شكلها جميل، هبدأ بقى احطهم في الوقت ده بدأت اسخن الفرن برضو على اعلى حرارة عندي على 220. طبعا في 240 بس دي 220 دي بتبقى عالية، فبدأت اولع الفرن عليه وهبدأ بقى احشي الحشوات. طبعا لما جيت احط اجيب اشوف الصلصة عندي لقيتها خلصانة، فقلت مش مشكلة، جبت كيسين كاتشب ويا دوب حطيت كده على الارضيه بتاعه البيتزا. والبيتزا دي الاطراف بتاعتها انا حشيتها برضو بنفس الجبنه الميكس اللي انتوا شفتوني، وبدات بدات بقى اوزع اللحمه المفرومه بتاعتي كده، وما زودتش كمان. خلي بالكم انا كنت حاطه تقريبا ربع كيلو من اللحمه المفرومه، وجبت شويه من الجبن ورشيتها على الوش. هنا بقى بعد ما دخلتهم الفرن قعدوا معايا حوالي 10 دقايق او 12 دقيقه بالظبط، ويلا بينا ننزل. بص هتلاقيها سالكة جدا، شايفين، وكانت طرية وهشة، والصينية طالعة نضيفة زي الفل. شايفين بقى يا جماله، والله نسيت اقطعها لكم عشان اوريكم، بس من حلاوتها اتاكلت كلها اقسم بالله. اوريكم برضو التانية لما طلعت من الفرن اهي. وكمان كنت جايبة شيبسي وحطيته، شايفين الشكل كان عامل ازاي. ودي كمان هبدأ انزلها. البيتزا دي كانت عاملة ايه يا محمد؟ حلوة. كان طعمها ايه؟ حلو، كانت تحفة صح؟ قولوا بقى اعملوا لايك لماما. اعملوا لايك. لا علي صوتك عشان يسمعوه. اعملوا لايك. اعملوا لايك. مكسوف وهو بيتكلم. يا رب تكون سفرتنا عجبتكم وبأقل التكاليف عملناها بدل ما نشتريها من بره. اشوفكم على خير وما تنسوش تحطوا اللايك.